بتشتغل مع العميل في بروجكت ومره واحده بدات تقترح عليك التعديلات. لا غير لي الخط ده، لا انا ما كنتش عايز اللون ده، لا عيد التصميم، اصلا الفكره ديت مش عجباني. ده كله مترتب على اني كمصمم ما اخدتش بريف من العميل. فاخذ البريف من العميل هو حاجه اساسيه بالنسبه لي كمصمم، ولو ما خدتش البريف برضك هبقى قاعد شغال وانا متوتر وانا اعصابي بايظه وانا مش عارف انا رايح فين اصلا ولا بعمل ايه. انا احمد علي، وان شاء الله النهارده هكلمكم عن ازاي ناخد البريف من العميل وايه هو البريف ده اصلا، وازاي نتعامل مع العميل اثناء الاجتماع اللي بناخده في البريف. الفيديو ان شاء الله هتلاقوه متقسم للفقرات اللي انتم محتاجينها، فتقدروا تروحوا من الفقره اللي انتم عايزينها على طول او تفضلوا معانا عشان تستمتعوا بالفيديو كله. يلا بينا. طيب نبدا نقول ايه هو البريف. البريف هي الاسئله اللي انا بسالها للعميل في الاجتماع، هو المختصر الابداعي، هو مختصر البيزنس اللي احنا هنشتغل فيه مع بعض. فمن خلال البريف هعرف العميل بيعمل ايه وايه البيزنس بتاعه وايه اللي هو محتاجه مني اصلا. فمن غير البريف انا مش عارف انا جاي اعمل ايه ولا العميل عايز مني ايه ولا احنا بنعمل ايه هنا بالظبط. انتوا ايه واحنا مين ودول ايه ودول ايه. طب ازاي بقى بناخد البريف من العميل؟ طبعا هو اول سؤال العميل بيساله لي لما بيجي يتعامل معايا، بيبدا يسالني مثلا سعرك كام، وريني معرض اعمالك، شاف معرض اعمالي فسالني على السعر. فقبل ما اديله السعر لابد ان انا اخد منه الاسئله ديت عشان هي اصلا هتساعدني كمان في تحديد السعر. فببدا اقول له تعالى ندخل مع بعض اجتماع سواء على الزوم او حضوري او ببعت له الفورم. والفرق ما بين الثلاثه دولت مختلف وكبير جدا جدا جدا. بدايه من الحضوري، بصوا يا شباب، الفايده الاكبر من البريف ان انا كفريلانسر ابني علاقه مع العميل، ان انا يبقى في بيني وبين العميل ده كوميونيكيشن. فمن خلال التواصل القوي هقدر اكسب العميل ده مستقبلا واقدر اعرف احتياجاته، وممكن واحنا بنتكلم مع بعض يبدا الكلام يتفتح واعرف ان هو كان محتاج حاجه تانية كمان. فطبعا لما اقابل العميل واشوفه وش لوش ونتكلم مع بعض باسلوب كويس، ده هيقوي الصله اللي بيني وبينه، على عكس ما احنا بنتكلم صوت او بزوم. طبعا ده لو متاح، لو مش متاح يبقى تاني حل، وهو تاني افضل حل، ان احنا ندخل اجتماع مع بعض على الزوم. فلما بندخل مع بعض اجتماع على الزوم بيتيح لنا الزوم ان احنا نقدر نتواصل بطريقه قويه جدا وفعاله، ومن خلال التواصل ده بقدر ان انا افهم اولا احتياجات العميل، ثانيا ممكن مثلا اعرفه عن نفسي، اتعرف عليه بشكل افضل، بحيث ان ده يبني صله اقوى بيني وبين العميل مستقبلا. ده غير ان الاسئله اللي موجوده على الزوم بتتيح لي ان انا اخد البريف بالتفصيل، فابقى عارف تفاصيل صغيره اقدر اسال فيها، على عكس الفورم بصراحه ما بحبوش خالص. انا بحس العميل ان هو داخل امتحان، تمام؟ ولو اضطريت لاستعمال الفورم فلابد بعده برضك يكون في تواصل تاني، سواء بقى عن طريق مكالمه تليفون برضك او عن طريق ان انا ابعت له فويسات ويرد عليها بالاسئله اللي انا محتاجها. وده لان العملاء بتختلف في مرحله سحب البريف. انا بحب اقسم العملاء لثلاث طبقات في الموضوع ده، A وB وC، ودي غير التقسيمات بتاعه القدره الشرائيه. انا مقسمهم على اساس اللي هيقدر يديني بريف بطريقه كويسه واللي مش هيقدر. ففي عميل مجرد ما بدخل معاه هو بيبقى فاهم البيزنس بتاعه كويس، فبيديني كل الحاجات اللي انا محتاجها بشكل مفصل وفعال جدا جدا جدا. وفي واحد بيحتاج مني مساعده علشان افهم منه التفاصيل، فده البي. وفي السي اللي هو اصلا مش فاهم البيزنس بتاعه، ده بيحصل معانا احيانا برضك، فدي كارثه. فانا ساعتها لازم افهم منه قدر المستطاع ايه اللي هو محتاجه. لان انا بقول لك يا صديقي، لو مش معاك بريف ما تشتغلش، ماشي؟ لان انت هتوتر نفسك وهيفضل يعدل عليك وهيتعبك. فمعلش لو العميل مش عايز يجاوب على الاسئله فانت ما انتش فاهم انت رايح تعمل ايه ولا هو محتاج منك ايه، فهتشتغل على اساس ايه اصلا؟ وخليني اقول لك حاجه كمان مهمه، ان اخذ البريف هي مهمه المصمم الفريلانسر، على عكس لو شغال في شركه احيانا بتكون مهمه الاكونت مانجر مثلا. فما يجيش العميل بعد ما يبدا يعدل عليك تقول له حضرتك ما قلتليش كده ليه من الاول، لا دي مهمتك انت، لان هو برضك هيقول لك طب انت ما سالتنيش ليه، فتدخلوا في جدال. هنا الافضل ان انت بكل بساطه تفهم منه كل حاجه انت محتاجها. دورك انت كمصمم هو اخذ البريف من العميل. طيب تعالوا بقى ندخل في ايه الاسئله اصلا اللي بسالها للعميل في البريف. اول حاجه طبعا لما بندخل مع بعض الاجتماع طبيعي جدا ان انا اساله عن اسمه، حتى لو في الفورم طبيعي جدا ان انا اساله هو اسمه ايه. لكن لو احنا في اجتماع يفضل ان انا اتعرف عليه، ازيك يا باشمهندس، اخبار حضرتك، عرفنا عن نفسك، بحيث ان انت تربط العميل بيك عن طريق التواصل الفعال. وبعد طبعا ما تتعرف عليه برضك مهم جدا ان انت تعرف عن نفسك، انت مين، ساكن فين، بحيث ان هو يتعرف عليك كمصمم اكتر. وبعدها تبدا تقول له كلمني عن شركتك او منتجك او خدمتك، بحيث افهم البيزنس اللي هو بيعمله ايه بالظبط. دلوقتي يا شباب نيجي لنقطه مهمه جدا، وانا بتعامل مع العميل ازاي احفظ الكلام اللي هو بيقوله لي اثناء الاجتماع. فعندنا كذا حل. طبعا ممكن نمسك ورقه وقلم ونبدا نكتب فيه الكلام، ممكن لو احنا في الاجتماع على الكمبيوتر افتح جوجل فورم وابدا اكتب فيه. لكن انا رايي الشخصي ان ده بيضيع وقت وبيخليني مش مركز مع العميل، فبضيع وقته اكتر. فانا بقترح كذا حاجه. لو احنا مثلا في اجتماع على الزوم فانا بقول للعميل في الاول لو سمحت يا استاذ انا هسجل المكالمه ديت عشان ايه، ابقى ارجع لها واخد منها المعلومات بالتفصيل بدل ما اقعد اكتبها دلوقتي. فالطبيعي جدا ان هو يتقبل ده ويقول لك تمام مفيش مشكله. لو ما تقبلوش مفيش اي مشكله خالص، ممكن تبدا تكتب. لكن ده طبيعي جدا ان هو بيحصل، حتى لو انتوا بتتقابلوا
او الدور في الخارج ممكن تستأذنوا ان انتوا تسجلوا الكلام اللي انتوا بتتكلموه بخصوص البريف، زي ما الصحفيين بيعملوا مثلا ان هو يفتح الريكورد ويقعد يتكلم مع الشخص اللي قدامه. فطبيعي جدا احنا في اجتماع عمل، فمن حق ان انا اعمل حاجه زي كده. وبعد كده نيجي للسؤال اللي بعد كده اللي هي المعلومات الديموغرافيه. مين الجمهور المستهدف؟ كلمنا عن جمهورك، كلمنا عن الشريحه اللي هتشتري المنتج او الخدمه بتاعتك، لغتهم بيتكلموا لغه ايه، اعمارهم، الجنس بتاعهم، رجاله ولا ستات، والقدره الشرائيه. وهنا القدره الشرائيه بتتقسم لثلاث طبقات، الاي والبي والسي. الاي اللي هي الفئه اللي بتقدر تدفع كويس، والبي اللي هي الفئه المتوسطه، والسي اللي هي الفئه الشعبيه. بعد كده ببدا اساله عن الطابع اللي انت عايز تسيبه عند المشاهد، سواء في اللوجو او في السوشيال ميديا. هل هو الفخامه والكلفه المرتفعه؟ انت عايز اللي يشوف الديزاين بتاعك او اللوجو يحس ان هو حاجه فخمه، حاجه لاكشري، ولا حاجه بتدل على الكوميديا والمرح، ولا حاجه بتدل على الطاقه ولا التكنولوجيا، ولا اي ما يكن الحاجه اللي انت محتاجها. وبرضه بنساله هل بتميل لنمط معين من التصاميم؟ يعني مثلا في عميل يقول لك انا بحب اسلوب الكولاج، واحد بيقول لك انا بحب الحاجات اللي فيها مانيبيوليشن، واحد يقول لك انا بحب الحاجات البسيطه، واحد يقول لك انا عايز الحاجات العتيقه واللي بتدل على الحاجات التراثيه. فايا ما يكن الاسلوب اللي العميل حبه ده هيوفر عليه كتير جدا لو عرفته. بعد كده ببدا اساله ايه الغرض من التصميم؟ انت عايز تحقق ايه من التصميم ده؟ انت عايز التصاميم بتاعتي تضيف لك ايه؟ تحل لك مشكله ايه؟ فيقول لك مثلا ان انا عايز التصاميم ديت عشان اعمل اعلان ممول، او انا عايز اشغل الصفحه. ممكن مثلا العميل يقول لك ان انا عايز اعمل براند اويرنس، بحيث ان الناس تعرف ايه البراند بتاعي بيقدمه، اللي هي مثلا بوستات زي من نحن وخدماتنا وما الى ذلك. فمهم جدا ان انا اعرف ايه المشكله اللي هي عند العميل اصلا وعايز يحلها بالتصاميم بتاعتي. في عميل مثلا ممكن يقول لك احنا شغالين بالفعل اصلا عن طريق العلاقات، لكن محتاجين ان احنا ننزل السوشيال ميديا بحيث نثبت حضورنا في السوشيال ميديا ونجيب قاعدة عملاء أكتر. بعد كده بنبدأ نسأل العميل سؤال مهم جدا، إيه هي الخدمات اللي أنت بتقدمها أو المنتجات اللي بتبيعها؟ إيه الحاجات اللي بتدخلك فلوس؟ والسؤال ده يا ريت تفصل فيه شوية بحيث تعرف إيه اللي بيبيعه أصلا، إيه اللي هيبقى ليه الكول تو أكشن اللي هو الدعوة لاتخاذ قرار، هتشتري إيه؟ العميل هيشتري منه ايه بالظبط؟ فمجرد ما بتفهم السؤال ده بتبقى عارف التصميم بتاعك بيبيع ايه بالظبط. بعدين بنبدا نسال العميل هل عندك اشكال انت عايزني اتقيد بيها، سواء خطوط او اشكال او باترن او الوان او ايا ما كانت الحاجه. هل عندك جايد لاين، كتيب ارشادات للهويه البصريه الخاصه بيك، بحيث اعرف ايه اللي انا بلتزم بيه بصريا من خلال الهويه بتاعت العميل بتاعي. او حتى يبعت لك اللوجو فتبقى عارف ان انت ملتزم بالالوان بتاعت اللوجو. بعد كده سؤال مهم جدا جدا، مين هم المنافسين على المستوى المحلي والعالمي؟ مين الناس اللي الجمهور هيقارن بين تصميمي وتصميمهم؟ لان انا مطلوب مني ان انا اعمل تصاميم زي تصاميم المنافسين او احسن منها طبعا. بعد كده برضو في سؤال جميل جدا، ممكن اسال العميل اقول له ممكن تبعت لي بعض التصاميم اللي اعجبتك في لونها او في اسلوبها. بعض العملاء بيبعتوا لنا صفحه معينه هم شايفينها وعاملينها بالنسبه لهم الرول موديل، الصفحه ديت احنا عايزين حاجات زيها، احنا عايزين شكل صفحتنا تبقى زي الصفحه دي. فتبقى انت كده فهمت الذوق الشخصي بتاعهم هم عايزين ايه بالظبط، فده هيوفر عليك برضو كتير جدا. في سؤال كمان بنسال العميل، هل عنده تصاميم قبل كده في الصفحه بتاعته، وايه اللي كان عاجبه فيها وايه اللي مش عاجبه فيها، بحيث لو في حاجه معينه او رتم معين كان عاجبه في التصاميم ديت نستمر على اساسه، ولو في حاجه ما كانتش عاجباه فنبدا نتخلى عنها. واخر سؤال طبعا نساله، انت عايز كام تصميم في الشهر؟ الاسئله دي يا شباب هتساعدنا على حاجات كتيره جدا جدا، اهمها اللي هنجاوبه احنا بقى على العميل بعد كده اللي هو التصميم بكام. طبعا لو استفدتم اعملوا لايك وسبسكرايب وابعتوا الفيديو لاصحابكم عشان يستفيدوا منه. ولو حابين نتكلم بقى عن التسعير وازاي نرد على العميل بقى في موضوع التسعير قولوا لي في الكومنتات. بس كده، السلام عليكم.